صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. صلى عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مشيئة الله تعالى احنا مع بعض طريقة جميلة لصوابع زينب. تعالوا واحدة واحدة نشوف ازاي عملنا الوصفة الجميلة دي مع بعض بكل بساطة في البيت، ما خدتش مني أي وقت، نص ساعة وكنا عملنا بالطريقة الجميلة دي. تعالوا نسمي بسم الله وندخل الفيديو. هننزل بالدقيق 4 كوبايات دقيق، هننزل عليهم بكوباية الدقيق السميد، وهننزل عليهم برشة الملح ومعلقة السكر، هننزل عليهم بمعلقة الخميرة الفورية، نقلبهم كويس. هننزل بالزيت والدافي مع بعض واحدة واحدة. نسمي بسم الله وننزل. اهم حاجه يكون الدقيق يتسرب الزيت معانا. الطريقه دي الدقيق يتسرب بيجي عامل زي حبيبات الرمل زي ده. كل الدقيق تسرب هنبدا ننزل بالميه الدافيه مع بعض واحده واحده. العجينه بالشكل ده لمت مع نفسها، هي خدت مننا بالظبط كده كوبايه وربع ميه دافيه، والشكل ده لمت. هي كده لا طريه ولا متماسكه، هنسيبها تريح. عشان معانا تعالى نعمل الشربات بتاع صوابع زينب. هنضيف عليهم كوبايتين ميه وهنحطهم على النار يغلوا. اول ما يبدا يغلوا هنهدي عليهم النار، هنخلي النار وسط، وهنضيف عصير ليمونه، وهنسيبهم بتاع 10 دقايق على النار يغلوا، بعدين هنطفي عنهم النار. وعلى الشكل ده بعد الشربات ما غلى معانا هنبدا ننزل بعصره ليمونه، وهنبدا نديله الغلوه التانيه، وهنطفي عنه النار، ونحط له الفانيليا. سيبناها 10 دقايق تريح، هنبدا نشتغل فيها مع بعض. بسم الله ونقطعها كور صغيره. احنا عايزين نعمل الكور قد بعضيهم. اول حاجه معانا هنبدا نشكلهم. احنا جايبين اي حاجه عندك بالشكل
هنعمل شكل تاني. احنا معانا ايه الجسارة دي هنشتغل عليها برضو، هنعمل بيها شكل جميل. شكل اي حاجة عندك استخدميها تطلع معاكي الشكل. وبالشكل ده بعد ما سكناهم هنبدأ النار سخن، هنبدأ ننزل ايه بصوابع الزينب مع بعض عشان بسم الله. ده أول ما بدأ يحمر معانا بدأ يستوي هنبدأ نطلعه. وبالشكل ده هنخلص باقي الكمية وارجع لكم. ده بعد ما نزلناه في الشربات وسيبناه بتاع دقيقة، الطريقة دي الشربات بتاع دقيقة هنقدمه مع بعض. وهذا الشكل الجميل ده عملنا مع بعض صوابع زينب بالشكل ده تقدميها جميلة خالص لضيوفك. انا ما بعملش اي حاجة لما اكون مجرباها كويس بطلع اقولها لكم عن تجربة. المقادير دي يعني مظبوطة تمام. اعتمدي الوصفة دي، درجتها جميلة خالص ومبسطة. عايزة الكل يجربها ويكتب لي تعليق عليها واعرف رأيه فيها. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعطوا لي لايك وما تنسوش تفعيل زر الجرس يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.